ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. قبل لقاء كوستاريكا يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس العالم، وبالتالي الاستعدادات هنالك دائما مباريات ودية، هنالك تحضيرات كوستاريكا ولاعبين يدافعوا بكل قوة، التزام تكتيكي وعدم مباراة ليست سهلة. اللاعبين بالتأكيد تحت ضغط كبير، لاعبين منتخب في منطقة جزاء منتخبنا، كرة عرضية هذه خطيرة فيها تعامل بكل قوة مع دفاعات منتخبنا. يزن المزعج كان الاستعجال، الهدوء، انتظار المنتخب الإسباني، هذا كل ما يقدر عليه هذا الكرنفال الرياضي اليوم. هي ليست مباراة كرة قدم، والدور الآن على فخور، هي أكثر من مباراة كرة قدم بكل قوة مع دفاعات منتخبنا. يزن المزعج كان هناك التنافس مستمر عندما تتحدث عن تشكيلة هذا تقدم، هذا اسينسيو رقم 10 إلى فاتي، والهدف الأول للمنتخب الإسباني أنسو فاتي بعد 13 دقيقة. المنتخب الإسباني يسجل هدف التقدم عبر اللاعب فاتي، اللاعب صغير السن. فرحة لويس إنريكي لأنه كان يعاني من ضغط قرار ضم فاتي، على اعتبار أنه فاتي غاب لفترة طويلة، وكان يجب يعني من وجهة نظر الصحافة إعطاء فرصة أكبر. فاتي بالفعل يأخذ مكانه ويسجل هدف التقدم. فاتي واحد جاء في الدقيقة 80. يلا يا يزن، تاريخي يا يزن، هي يزن ضاعت، ولكن ما زالت فرصة لحظات. المجهود الفردي، مرر يزن، رجعت ليزن، ولكن وين دفاعات منتخبنا الشاب والمنتخب الإسباني. هذه كرة فيها هجوم سريع وفيها كرة ومتابعة، وابتعدت عن مرمى منتخبنا والحمد لله. إذن لقاء وحيد من قبل المباراة، كرة أمامية باتجاه يزن، يلا يا يزن، هي يا يزن، ولكن ابتعدت على عشرات الملايين إن لم يكن مئات الملايين من سرابيا على التنفيذ. هذه كرة وإبعاد الأمام إلى اسينسيو بالكعب، التدخل والفرملة بدون خطأ أمام. هذا عبيدة، صناعة أردنية، كرة داخل المنطقة هي، ولكن ابتعدت. يزن يضغط على كرفخال، تفرعاتها 5-3-2. كان الراحل الكبير مظهر السعيد، وهذه وكذلك شفنا وصول لمناطق المنتخب على مستوى النتائج. التزام، تحركات إسبانية، هذا الخطير التي كانت في الفترة الماضية ضمن البطولات الأوروبية. طبعا زي ما احنا شايفين كده، طبعا الخلطة دي جميلة جدا، بتمنع الافتراس عندهم. لازم تبتدي مع الفراخ بتاعتك من بدري جدا جدا، علشان بعد الشهر، بعد ال3 اسابيع ما يبتدوش ان هم يجي لهم لين عظام، لا يجي لهم افتراس، يفترسوا بعض. لازم نكون واخدين بالنا من كل ده. طبعا لو الفراخ عندك عدد اكبر من كده، لازم تكون مراعيه ان لازم يكون عندك وعيتين اكل، مش وعيه واحده وسقايتين. انما لو على قد العدد ده خلاص، الوعيه دي انا وسعتها. كنت الاول بحط لهم في علافه كده، فما شاء الله شلت العلافه بقى خالص وكبرت لهم الصينيه، وعشان برضو ما يوقعوش الاكل على الارض يهدروه خساره. فهنا بقى الاكل بيفضل في الصينيه طول النهار، ياكلوا منه كده، وما شاء الله كده يشبعهم. وممكن ترفع عنهم الاكل في نص اليوم ساعه، وممكن لا عادي ممكن تسيبيه، بس الافضل انك تجوعيهم ساعه في نص اليوم او ساعه ونص. وعلى المغرب بيكون الفرخ اتعود معاكي ياكل من الحصله بتاعته. بشيل الاكل وبشيل الميه وبسيبهم بقى في البوكسه تكون نظيفه، فيها شويه ترابه، فيها شويه نشاره، فيها شويه جير مطفي، تكون نظيفه تحتهم. عمر الفرخ ما يجيله معاكي اسهال، ولا يجيله كوكسيديا، ولا كوليستيريديا، لان كل ده بيجي من عدم نظافه المكان. شايفين البرابر اللي فيهم ما شاء الله بقت عامله ازاي اهي، ما شاء الله عليهم. البرابر دي طبعا يا جماعه احنا بنأسسها عندنا للبيض، فعشان كده ما ينفعش ان انا اقصر في تربيتها وهم صغيرين، او اوفر في العلف، لا، علشان تتأسس معايا صح. هنا الخلطه اللي انا هعملها لهم على الميه بقى عشان تزود الوزن كمان بتاعهم، دي حلبه ونعناع.